AI ابلكيشن لتغيير صوتك بس ممكن يسرق كل بياناتك. ال AI applications دلوقتي اللي الناس بتستخدمها تغير بيها نبرات صوتها بقت منتشرة في كل مكان، ومعظم الناس بقى عندها فضول كبير قوي انها تجربها، ولكن انا بحذرك بلاش. باحثين الامن السيبراني في كاسبرسكي اكتشفوا برمجيات خبيثة اسمها جيبي او جيبيو، ودي منتشرة بكثرة في المانيا وروسيا واسبانيا وتايوان. المخترقين بيستخدموه عشان يسرقوا بياناتك الشخصية أو يحولوا فلوس أو حتى يعدنوا عملات رقمية على الجهاز بتاعك. المخترقين بيستخدموا برامج تغيير الصوت دي كدرع بس مش أكتر، عشان يدايروا وراها البرمجيات الخبيثة اللي من خلالها بيقدروا يتجسسوا على بيانات المستخدمين. أول ما الضحية بيحمل برنامج تغيير الصوت ده عادي جدا بيكون في حاجة في الباك جراوند بدأت تتجسس اوريدي على جهازه وعلى كل البيانات بتاعته. ويا ريت الموضوع بيخلص هنا، لا، برنامج جيبي أول ما بيتعمل له لانش على الجهاز بتاعك بيثبت ستيلر مالويرز بحيث انها تقدر تسرق كل بياناتك المهمه وملفاتك المهمه. وده كلام الباحثين الامنيين بناء على تحليل اكتر من 200 برنامج يخصوا تغيير الاصوات. المالوير انفو ستيلرز هي برامج مخصصه انها تسرق الداتا بتاعتك زي ما وضحت لك، زي رايز برو ولوما وريد لاين، وبرامج تحكم عن بعد لجهازك زي دي سي رات وراد اكس رات. تاكد دايما من صحه البرامج اللي انت بتحملها انها من المواقع الرسميه، وما تحملش اي فايل من مصادر غير موثوقه. ابعت بقى الفيديو لاصحابك اللي بيحملوا العاب كراك وملفات من مصادر غير موثوقة عشان يستخدموا. سلام.